السلام عليكم، معكم حسام في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو من أغرب المنظمات اللي ممكن تسمعها، وهي منظمة SCP بعد ما طلبها أحد المتابعين في التعليقات. واليوم راح نتعرف على منظمة SCP ومتى تأسست منظمة SCP، وهل منظمة SCP حقيقية أم لا. كل هذا راح نتعرفه في الفيديو. ما قبل ما نبدأ متنساش ديرنا لايك على الفيديو ومتنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك، ويلا ندخل الموضوع. SCP هي اختصار لكلمة Secure Contain Protect، منظمة الاحتواء والتأمين والحماية، وهدفها هو الحفاظ وحماية الكائنات والمواد الخارقة للطبيعة والحفاظ على أمن البشرية، وكذلك مسؤولة على احتواء الكائنات الخارقة للطبيعة لحمايتها من البشر وحماية البشر منها. توجد في منظمة SCP مخلوقات كثيرة، أزيد من 5000 مخلوق أو كيان، ومنه من هو صديق للبشر ومنه من هو خطر على البشر. وكل مخلوق في المنظمة يتم اكتشافه واحتوائه ويتم تسميته برقم، وبعد هذا الرقم يضاف اسم SCP. مثال مخلوق 096 SCP، وهكذا. وكل مخلوق له غرفة خاصة وطريقة خاصة للتعامل معه. ويوجد في هذه المنظمة الكثير من العلماء وأجهزة متطورة جدا، ويقال أن لديهم حرس يحملون أسلحة خطيرة لحماية المنظمة من المخلوقات التي بداخلها. وأكيد سوف تسأل كيف تأسست هذه المنظمة أو متى تأسست منظمة SCP. يقال أن بداية تكوين المنظمة كانت في الستينيات عام 1960، وكانت هناك حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكل دولة كانت تطور أسلحتها للفوز بالحرب. فمثلا أمريكا كانت تطور أسلحة نووية، أما روسيا فقامت بإنشاء معمل لدراسة الأمور الخارقة التي كانت تحدث في سيبيريا، لأنه يوجد أشياء مرعبة تحدث في هذه الدولة. والسبب الحرب العالمية الثانية عندما تم رمي اليابان بقنابل نووية، ومن هنا بدأت تظهر كائنات مخيفة وغريبة. وكانت روسيا تطور هذا المعمل ولكي تبحث أكثر وتفهم، لكي يكون في جيشهم كائنات خارقة لا يستطيع العدو هزمها. ولكن روسيا فشلت وفقدت السيطرة على هذه الكائنات، وكان يوجد جاسوس أمريكي بين الروس يرسل كل الأخبار. وهنا تقوم أمريكا بالسيطرة على هذا المعمل وأخذ كل الأبحاث والمخلوقات التي تم اكتشافها وإرسالها إلى مكان لا يعرفه أحد. ولكن يقال أن هذا المكان هو منطقة 51، وهذه المنطقة سوف نتكلم عنها قريبا. والانطلاقة الحقيقية لمنظمة SCP هي في سنة 2008، بعد أن تم تأسيس وإطلاق الموقع الرسمي SCP على الويب، وانتشر بسرعة كبيرة بين رواد الانترنت. وتقوم هذه المنظمة بكل اختصار بتجميع كل المخلوقات الخارقة والغريبة، وتكون هذه المخلوقات تحت حراسة شديدة. وهذه الكائنات تنقسم في المنظمة إلى 3 أقسام: الأولى سيف، والثانية يوكليد، والثالثة كيتر. ونبدأ بالقسم الأول وهو القسم سيف. هذا القسم هو يكون بها المخلوقات الآمنة التي لا تسبب ضرر للإنسان، وتكون المنظمة دراسته بشكل كامل. مثل مخلوق SCP 4018 عبارة عن نموذج عن العين البشرية. جسمه عبارة عن مادة العاج والقرن المأخوذة من أنياب الفيل، وهذه العين في مكان آمن جدا في المنظمة، ولا يتم تصوير هذه العين صورة أو فيديو، ولا يتم نشر عنه أي شيء. لماذا لا تريد هذه المنظمة عدم تصوير الصور والفيديوهات لهذه العين؟ بسبب قدرات هذه العين الخاصة، وهي إذا كنت تمتلك هذه العين سوف تصبح ناجح في أي شيء تريده. ولكن هذه ليست قدرتها الخاصة. قدرتها الخاصة يا صديقي إذا تم نشر صورة أو فيديو لهذه العين سوف تعرف جميع المعلومات عن الشخص الذي يمتلك هذه العين. وكذلك SCP 131 ليس مخلوق واحد بل مخلوقين متصلين ببعض، وشكلهم مثل شكل المخلوق الأول، ولكن المختلف أنهم لديهم الزعنفة مثل السمكة. هم مثل الحيوانات الأليفة ولا يغلق عينهم أبدا. ويقال أن هذه المخلوقات لا تنام ولا تشرب ولا تأكل.
والقسم الثاني يوكليد، وهذا القسم يقوم بها مخلوقات التي تشكل خطر محدود على البشر، وتكون المنظمة لم تكمل دراسته بشكل كامل. والمخلوق الأول النحت أو التمثال، الكيان SCP-173 هو أول مخلوق تم تسريبه من هذه المنظمة. هذا المخلوق عبارة عن تمثال صم، ويملك رأس كبير، وأصل هذا الكائن غير معروف، ويقال بأنه عدواني جدا رغم أنه ثابت لا يتحرك. وتم نقل هذا المخلوق في عام 1993 بعدما وصلت إشارة بأنه يوجد قرية مهجورة يحدث بها أشياء غريبة، وتم قتل جميع القرية بشكل غامض. وعندما ذهبوا فريق المنظمة SCP عثروا على هذا المخلوق، والمدهش بعد الفحص المطول تم اكتشاف أن هذا المخلوق برمشة عين ملك يتحرك 6 أمتار. وكذلك في هذا القسم يوجد مخلوق SCP-079 عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير تم تصنيعه عام 1978. وفي عام 1981 صاحب الحاسوب هذا كان يريد تطوير جهاز حاسوبه بحيث يكون له ذكاء اصطناعي ويحدث نفسه بنفسه وبدون دخول المبرمج، وفعلا نجح أن يجعل جهازه الحاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي. ومع مرور الوقت ترك المخترع حاسوبه وذهب يصنع حاسوب ثاني، ولكن صاحب هذا الجهاز ترك حاسوبه متصل بكهرباء لمدة 5 سنوات متواصلة، وبسبب هذه الحادثة أصبح الكمبيوتر يمتلك ذكاء اصطناعي قوي جدا، ويريد أن يصنع قطع لنفسه ويصبح أكبر ويخرج من الهاردوير القديم والصغير هذا. وحاول أن يخرج من خلال اتصال الإنترنت ويذهب لسيطرة على حاسوب آخر، ولكن المنظمة قطعت عليه الاتصال، وتم الاستحواذ على هذا الكمبيوتر وتم حبسه في غرفة، وتم توصيله بكهرباء لكي يحافظ على حياته، ولا يسمح أبدا لأي شخص بتوصيل هذا الجهاز بتليفون أو إنترنت. وآخر قسم من المنظمة هو القسم كيتر، وهذا القسم يكون به المخلوقات التي تهدد البشرية بشكل كبير، وتكون المنظمة لم تدرس هذه المخلوقات بعد، وتكون هذه المخلوقات صعب السيطرة عليها وحبسها في مكان ما. ومن بين هذه المخلوقات مخلوق SCP-106 هو عبارة عن إنسان مسن يظهر على جسمه آثار التعفن، ويتوقف لمدة أيام لا يتحرك وينتظر الضحية. هو يفضل أن تكون هذه الضحية من البشر ومن السن 10 سنوات إلى 25 سنة، ويفضل أن يكون متعلق بشكل رأسي على السقف لتكون طريقة القتل بشعة. لماذا؟ لأنه عندما يهاجم على شخص يتلف الأعضاء الإنسانية لديه هكذا لكي لا يستطيع أن يتحرك، وبعدها يقوم بتلف العضلات ويسحبه ويقتله مباشرة. ولسوء الحظ مات حارس من الحراس بسبب هذا الكائن، وتم حبس هذا المخلوق في مكان مصنوع من الرصاص ب170 طبقة، وهذا المكان ليس على الأرض بل هو مكان مرفوع عن الأرض ب60 سنتيمتر باستخدام طاقة مغناطيسية. وكذلك مخلوق آخر وهو SCP-990 من أخطر المخلوقات الموجودة في منظمة SCP، وهو عبارة عن رجل يلبس بدلة من عصر الحرب الباردة ويظهر للعلماء في أحلامهم، ولحد الآن لم يظهر لهم على الحقيقة. عندما يظهر في حلم أحد الأشخاص هذا الشخص سوف ينام 40 ساعة كاملة، وعندما يقوم من النوم يصاب بحالة من الخوف والرعب ويبقى يجري في كل مكان ويصرخ ويقول أنها نهاية العالم. وعندما يظهر هذا الكائن في الحلم يحكي أنه الحياة كلها سوف تدمر، وتشاهد بعينك العالم وهو يدمر أمام عينك، وتظل ضربات قلبه تعمل بسرعة، وينهي الأمر بجنون هذا الشخص أو الموت بسكتة قلبية. والآن ما هو رأي الشخص في هذه المنظمة؟ وما تدعي من عثورها على كائنات وظواهر خارقة للطبيعة؟ وهل هذه المنظمة حقيقية أم لا؟ بصراحة كل خرافات هذه المنظمة هي ادعاءات إنشائية بدون أي أدلة علمية ملموسة ومرئية مسجلة. وسهل جدا أن تقول لي أننا وجدنا كائن غريب. لو كانت فعلا المنظمة عثرت على كائنات خارقة للطبيعة لأعلنتها للعالم، لأنها ستصنع ضجة إعلامية كبيرة لن تتوقف. والجواب على السؤال هل المنظمة حقيقية أم لا، ففعلا يوجد موقع منظمة SCP على الويب، ويتم نشر المقالات والملفات عن الكائنات الموجودة عندها. أما إذا كنت تريد أن تعرف هل المنظمة عندها مكاتب وموظفين أو فعلا هي منظمة محتجزة مخلوقات غريبة مثل SCP-173، في هذه الحالة الجواب يكون لا، المنظمة غير حقيقية. ولهنا يوصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم موضوع اليوم، وإذا عندك موضوع حاب ندير عليه فيديو ما تنساش تكتبوه في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.